في البداية لا أتنسى الاشتراك والإعجاب وتفعيل الجرس لدعمنا على الاستمرار. الدولار يهبط بعنف، والارتباك سيد الموقف في السوق السوداء. واصل سعر الدولار التراجع في السوق السوداء، وتراجع من 75 جنيها إلى 55 جنيه للدولار، في ظل حالة من الارتباك يشهدها السوق الموازي بعد عدة إجراءات شاهدتها السوق خلال اليومين الماضيين. أول هذه الإجراءات كانت إعلان صندوق النقد الدولي عن قرب الاتفاق بشكل نهائي عن قرض قريب تحصل عليه مصر، يتوقع أن يكون بين 7 إلى 10 مليارات دولار. ثاني هذه الإجراءات هي قيام الجهات الأمنية بالقبض على عدد من المضاربين في السوق السوداء. ثالث هذه الإجراءات هي قيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة 2% على الإقراض والإيداع لمواجهة التضخم. رابع هذه الإجراءات هي تردد معلومات عن اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة من بعض المشروعات، كما شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات الأيام الماضية بنسبة 15% بنحو 605 جنيها.